لما يكون عندك سمكة طازة بتلمع حلوة كده بالحجم ده، حجمها 2 كيلو او وزنها 2 كيلو، يبقى لازم تعملي كده. ايه رأيكم في السمكة دي؟ بتلمع وجميلة وطازة وحلوة. انا نضفتها وشلت السفه بتاعها بحرف السكينة، وابتديت اقطعها على شكل طرنشات بس وهي في السمكة ماسكة نفسها. عملت فتحات اهي من الوش، وبعدين قلبتها على الناحية التانية، وتمشي مع نفس الخط بتاع الفتحة الأولى أو الجنب الأول، تعمليها بنفس السوى للجنب التاني عشان تبقى طالعة معاكي سمكة مدورة وحلوة. وبتقلبيها على سيفها كده، وتفصلي شوية الشوكة اللي هي السلسلة اللي في النص. السمك لما بيكون طازة وحجمه كبير ما بيحتاجش دوشة كتير ولا توابل كتير، بيحتاج بس تتبيلة خفيفة هنعملها مع بعض دلوقتي. شايفينها السمكة لفت دايرة حوالين نفسها ازاي؟ طبعا سمكة كبيرة مش هينفع اسويها بالحجم ده، مفيش طاسة طبعا هتاخدها وهي مفرودة كده، لان هي ضخمة طويلة ما شاء الله، طولها حوالي 50 سنتي، فطبعا مفيش طاسة 50 سنتي او 60 سنتي. هنا بجهز التتبيلة بتاعتها، معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكركم علشان يديها اللون الذهبي. عليها عصرة ليمونة كبيرة او ليمونتين وسط، وبتقلبيهم كويس، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وتقلبيهم كويس وتدخليهم جوه الفتحات الحلوة دي. شايفين لون السمكة احمر وطازة وبيلمع وجميل. وتفتحي الخياشيم بتاعتها وتدخلي فيها التتبيلة، وتقلبي على الناحية التانية وتمشي مع الخطوط بتاعتك اللي احنا عملناها بالسكينة. وهسيبها تتبل كده 10 دقايق، وهجهز معايا 3 معالق من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة من الكركم، وأقلبهم على بعض ونبدر بيهم السمكة الحلوة العظيمة دي. وبدرناها ونحط الزيت بتاعنا يتقدح، والزيت يتقدح كويس، وننزل عليه السمكة. شفتي بقى السمكة نزلت في طاسة، طبعا انا نقيت اكبر طاسة عندي، السمكة دايرة علشان تاخد الصينية كلها. تقلبي بقى على الاتجاه التاني بعد ما تستوي من الاتجاه الاول وتشيليها. طبعا انا جهزت معايا رز صيادية عملناه كتير مع بعض، وفردت في النص كده حزمة جرجير والرز على الحرف، وحطيت السمكة في النص تعمل شكل حلو، ونحط عليها طرنشات الليمون بتاعتنا، وتبقى في منتهى الجمال. سمكة طازة حلوة. اما تجيبي سمكة كبيرة يبقى لازم تعمليها بالطريقة دي وبالطعم ده. شايفينها مستوية وفي منتهى الجمال. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والمتابعة للقناة.